كاردوسو في طريقه لعبه مع قدام سان داونز كان بيلعب بالشكل ده كده، كان بيلعب بنفس الطريقه دي وبنفس الشكل ده كده، اللي هو الدفاع المتوسط. لا هو بيرجع للخلف على المنطقه وده بيسموه دفاع متوسط، ولا هو بيطلع يكون عند دايره السنتر او على خط السنتر بالظبط ويقف. النظام ده بيقرب الخطوط من بعضها، فبيمنع ان انت تتقدم. الضغط المتوسط وتقريب الخطوط من بعضها بيعمل حاجه اسمها صلابه دفاعيه، والمدرب كاردوس ده مميز جدا في الحته دي، لدرجه ان انا عايز اقول لك في اول 6 مباريات او 5 مباريات لكاردوزو مع الترجي ما دخلش فيه ولا هدف. المنظر ده او الشكل ده بيعمل صلابه دفاعيه عند نادي الترجي. بمعنى صح في الملعب بيكون بالشكل ده، بمعنى صح بيخنقك في المنطقه معينه. المنطقه المعينه دي بتكون لا اما طبعا في وسط الملعب، وانا بشوف ان هو صعب ان هو يخنقك في وسط الملعب، فبيكون شكل الترجي وهو بيضغط بالشكل ده. وده عملها قدام نادي سان داونز، وكان الضغط بتاعه ضغط عكسي في المنطقة دي. بمعنى أصح هو بيعمل حاجة اسمها ضغط موجه، فبيميل على جهة من الجهات ويبتدي يضغط ضغط قوي جدا، ضغط شرس عشان ياخدوا الكرة في المنطقة دي. هنا بقى ميزة اللعبة دي ونقطة ضعف الشكل ده اللي احنا شايفينه مع فريق الترجي. ميزه اللعبه دي ان انا لو قطعت الكره هنا مش هاخد مسافات جري كتير من اللعيبه ان هي تسترد الكره، ودي هنا شكل مميز جدا لنادي الترجي اللي بيعمله، الوحيد اللي بيعمله في العالم بشكل مميز هو فريق ليفربول. مشكله او نقطه الضعف عند نادي الترجي، من نقطة الضعف عند نادي الترجي لو انت فلت من الضغط بتاعه اللي هو الضغط العكسي ده، على فكرة هو ضغط شرس لدرجة ان سان داونز ما قدرش يطلع في مباراته يعني عايز اقول لك كام كرة ممكن بسيط جدا ان هو يطلع بالشكل ده على ارض ملعب الترجي. لا مع ان سان داونز مميز في الباصات القريبة ومميز في الوان تو ومميز في الزيادة العددية، مميز في كل حاجة، بس سان داونز ما قدرش يطلع من الضغط العكسي اللي بيعمله نادي الترجي على ارض ملعبه بالشكل ده. نقطة الضعف هنا بتكون فين؟ نقطة الضعف هنا بيكون بالشكل ده بعد كده، ان وقت الضغط بتاع نادي الترجي بيكون بالشكل ده. لو انت قدرت ان انت تطلع من الضغط العكسي بتاعه هيكون عندك مساحات كبيرة جدا على الاطراف، لان هو بيطلع او بيضغط بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بيكون شكلهم 3-2-4-1. ده الضغط بتاع نادي الترجي. نادي الترجي عنده مشكله كبيره جدا لو انت جمعت الكوره ناحيه اليسار على يمه علي معلول وطبعا مروان عطيه وحسين الشحات وعلي معلول، ودي هتكون حاجه انا بشوفها ان هو لازم يلعب حسين الشحات عشان المبدأ ده او الشكل ده، لان انت حسين الشحات عموما لازم يمتص الكرة شويه ويقدر ان هو يقف على كورته ويطول مده الهجمه معاه ويمتص اللعيبه ان هم يتجمعوا عليه. وهنا انا بقول هنا هي التحول بتاع النادي الاهلي بالشكل ده كده، اللي هو مروان عطيه طبعا هيميل عليهم وعلي معلول وهيعملوا يعتبر مثلث او مربع في المنطقه دي، والشحات وامام عاشور. هيبتدي لعيبه الترجي كلها هتميل ان هي تضغط في المنطقه دي، في المنطقه اللي احنا شايفينها دي. وقت لما يضغطوا لعيبه الترجي هنا هيكون الدنيا فاضيه عند مين؟ عند محمد هاني وعند بيرسي تاو. لو لعيب بصير كويس، وانا بشوف ان حسين الشحات رجليه كويسه جدا في عكس الملعب من الجهه اليسرى للجهه اليمنى، فاعرف ان انت هتروح في المنطقه دي هتلاقي الدنيا فاضيه خالص. ولو قدر حسين الشحات وهو واقف على كورته، وانا بفضل حسين الشحات للسبب ده، لان انت لو حسين الشحات نزل ووقف على كورته في المنطقه دي هيبتدي يجمع لعب جدا عند الجهه اليسرى بتاعت النادي الاهلي، وهيكون معاه مروان عطيه وامام عاشور وعلي معلول اللي هيميلوا هنا، او اكرم توفيق ايا كان فيهم في وسط الملعب، وهيبتدي ينقل الكرة على بيرسي تاو اللي بالشكل اللي هيكون بالشكل ده هو محمد هاني. وانا هديك برضه حالات تبين ان النادي الاهلي او قصدي نادي الترجي عنده مشكله في المنطقه دي جدا، لانه هو زي ما انا قلت لك في الاول خالص وفي البدايه خالص هو بيضغط يا جماعه الضغط اللي احنا شايفينه قدامنا ده. معنى الضغط ده انت بفضلك مساحات على الاطراف، لو انت فلتت من هنا في الضغط او حاجه بيسموها اسمها كسر الخطوط، لو انت قدرت تكسر قصدي الضغط بتاع العكس بتاع الترجي، اعرف ان هيكون في مساحات كبيره جدا انت هتلاقيها على الاطراف، وهيكون الشكل ده هو اللي موجود. شكل الترجي طبعا لما بيطلع يضغط ضغط عالي هو ما بيضغطش بكل خطوطه، هو بيعمل حاجه واحده بس، هو بيضغط بالشكل ده اللي هو المهاجم بتاعه رودريجو بيكون هو الوحيد اللي بيضغط قدام. في ضغطه هو بيميل على واحد من الاثنين، لا اما محمد عبد المنعم لا اما رامي ربيعه في اللحظه دي، والاثنين بتوع نص الملعب بيميلوا على اكرم توفيق ومروان عطيه. اكرم توفيق ومروان عطيه هنا طبعا انساهم من الاخر كده، يعني من الافضل ان انت تعملهم كطعم. طعم لايه؟
طعم ان انت وقت الضغط عليك في المنطقه دي كده لازم اللحظه دي تلعب لرامي ربيعه هيكون فاضي، وبيرسي تاو هنا في المنطقه دي هتكون فاضي، لا اما هيلعب باص طولي. وهنا المهم جدا اللي هو بيسموه كسر الخطوط اهو بالشكل ده كده، بيكون الدنيا فاضيه، بيكون في الضغط بتاعه بيعزل كل خط عن التاني في مناطق اللعب بتاعت النادي الاهلي. يعني هيضغط على اكرم توفيق وقدامه او جنبه مروان عطيه، وهيسيب خط الوسط فاضي. المنطقه اللي قدام الدفاع عند نادي الترجي بتكون فاضيه. ايوه هتقول لي في هولو ده اللي هو المدافع بتاعهم او خط الوسط الهاف ديفندر بتاعهم اللي هو قافل الدنيا الماء والنور عندهم. هقول لك صدقني انا بيكون الشكل ده هو اللي بيكون موجود في الملعب. وانا دي مباراه من مباراه سان داونز اللي على ارض ملعب الترجي، واللي انا بقول لك هم هيلعبوا بنفس الشكل ده. عندك لو محمد عبد المنعم وهو عنده التقنيه والدقه المناسبه في ارسال الكره من الخلف للامام بين الخطوط، وبالذات لو هنا امام عاشور او بيرسي تاو ان هو يقدر ينزل لهنا ومحمد هاني يقدر يزيد على طرف الملعب، فبيفضي لك مساحه كبيره جدا ان انت تستلم في المنطقه دي. لو قدرت تستلم في المنطقه دي او وسام ابو علي ينزل في الحته دي، لو قدرت تستلم في المنطقه دي اعرف كده ان انت هتسبب مشاكل كبيره جدا. اهو ده شكل الترجي وهو بيدافع عشان بس الناس او هو بيطلع يدافع من قدام او يطلع يضغط من قدام. ده شكل الترجي بالظبط. مين اللي واقف فاضي هنا؟ اللي هو بين الخطوط اللي هو قدام دفاع الترجي. لو انتوا شايفينه هو قدام دفاع الترجي بتاع سان داونز ده اللي واقف بين الخط الدفاع وخط الوسط. لو قدرت ان انت بقى مش عايز تعمل مثلا باص طولي، وقدرت ان انت تطلع على واحد هنا في وسط الملعب يكون قريب منك وهو امام عاشور مثلا، ويقدر ان هو وسام ابو علي ينزل وبعد كده يسلمها تاني لامام عاشور، هتلاقي المساحه دي كلها فاضيه. الشكل ده كده اللي هيكون قدام نادي الترجي في مباراه الذهاب هناك. الترجي هيجس نبضك في اول المباراه ان هو يضغط ضغط كبير جدا عشان يغلطك من الاخر كده. لو انت استمريت وقدرت تطلع بالكوره مره واثنين وثلاثه، هتعرف صدقني انا الترجي هيرجع خطوطه لورا، هيرجع خطوطه لورا، لان هو هيخاف من النادي الاهلي، لان هو من نوعيه الفرق اللي بتقسم المباراه على اجزاء مختلفه، وبيعرف امتى يضغط وامتى يستحوذ. وعايز اقول لك ان هو الترجي في مبارياته الاخيره نسبه استحواذه 51%، وده مهم جدا. المعلومه دي او الاحصائيه دي مهمه جدا لسبب انا عايز اقوله لك، ان هو عارف امتى يضغط اطلع اضغط واقدر ان انا استحوذ، وامتى ارجع للخلف واقدر ان انا ادافع. ده مهم جدا. انا قلت لك الشكل ده هيكون موجود عند نادي الترجي، بالذات لو انت بتطلع بالكرة سواء من الخلف للامام عند بيرسي تاو او محمد هاني، او على وسام ابو علي نفس الوضع كمحطه ان هو يقدر يطلع بيرسي تاو ويطلع محمد هاني. المنطقه دي كلها هتكون فاضيه قدامك تمام. او زي ما انتم شايفين كده ان بيرسي تاو يسحب اللي هو المدافع او الباك الشمال بتاع الترجي، ويبتدي محمد هاني يطير في المنطقه دي، الجبهه دي كلها هتكون فاضيه. انا بوريك الصوره دي برضو في نقطه مهمه جدا، ان انت ممكن باص طويل من الخلف للامام، لان الترجي بيلعب على خط دفاع زي ما انا قلت لك متوسط، فكده كده بيلعب على خط متقدم شويه. شيء طبيعي انت عندك واحد زي وسام ابو علي مهاجم شرس او مهاجم هجام زي ما احنا بنقول، مهاجم بيقدر يستغل المساحات وبيعرف كويس قوي ان هو يهاجم المساحه الفاضيه. انا بقول لك ان هو هيكون مميز جدا في استغلال المساحات، وبالذات الكره الطويله من الخلف للامام. وهو ورامي ربيعه هيكونوا مميزين، هو قصدي وبيرسي تاو هيكون مميزين جدا، لان بيرسي تاو من اذكى اللعيبه في الملعب اللي تقدر تاخد او تخطف المساحه الفاضيه وتسرق المساحه الفاضيه في المناطق دي.